لكن كون انها هي تستطيع بكيدها انها تضحك عليه وتستولي على عدد كبير من بطاقات الشحن واشياء اخرى بدافع انه بس يسولف معها. بعض الاحيان ما يصير بنت، يصير ولد ياخذ من الولد، يقلد صوت بنت وياخذ منه اللي يبيه ويروح يعطيها بنت، وهذا يخرفن على هذا وهذا يخرفن على الله لا يخرفن على قولتك. يا الله يا رب. معنا الاخت روعة، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أخوي المتين. أهلين وسهلين. أختي روعة، وش رأيك بقصة الخرفنة والما أدري والله وش السالفة، يعني خرفان وخرفش، وش رأيك بالقضية هذه؟ والله عن جد انها قضية من الصراحة كثيرة في مجتمعنا اليومي وبزيادة الصراحة. جميل. ليش صارت بزيادة؟ ما أدري، يعني على حسب تفرغ الشباب وما عندهم أي شيء غير يعني علاقة بالبنات يعني فراغ. طيب يعطيك العافية. لا لحظة. أيوة. شلونك يا أحمد؟ أهلا وسهلا أخوي، من هذا؟ مساك الله بالخير. شباب أنا مرتب مقلب مع الشباب. حياك الله يا أحمد. شباب هذا الأخ أحمد كان يعطينا مثال وشلون ممكن إنه يعني ولد يقلب صوت بنت ويخرفن شاب آخر. راحت عليك يا عبد المجيد أنت. والله يا جماعة أقسم بالله إني ما كنت أدري والله. ما إيش حقي والله. طب خلنا نسولف مع شوي. أحمد كيفك يا أحمد؟ الله يسلمك. حصل إيه يا محمد ولا أحمد